السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي وحباباتي، مرحبا بكم معايا اليوم إن شاء الله بإذن الله. بغيت نقاسمكم وصفة جديدة ما نظنش كاين اللي دارها من قبل. وصفة بوريك جديد نستعملوا فيه ورقة الفيلو. شوفوا كيفاش يجي مقرمش ما شاء الله. الحاجة الفرق بينه وبين البوراك العادي اللي نستعملوه بالديول انه البوراك تاع الديول لما تخليه تقليه الصباح وتخليه عشية ما يبقاش مقرمش، يطرى. ولا لا درتيه في باطا ولا خليتيه الغدوه من داك ولا يولي طري وكانه ماشي بوراك، يعني يولي طري. هادي ديريه في باطا وبلعي عليه في علبه وغلقي عليه، ديريه في ساشيه، ديريه يبقى مقرمش كيما وراكم تشوفوا اللي قليتيه الان. يعني وصفه سهله ما تديلكش الوقت بزاف، خاصه في شهر رمضان 5 تكملي معاها. تبعوني اخواتي، نبدو بسم الله. نحتاج فيها ورق الفيلو كما قلت لكم. ورقه الفيلو راهي تتباع، كاين اللي يستعملوها يخدموها في الدار. صراحه انا نفضل نشريها لانه خدمتها متعبه، خاصك تورقيها مليح وخصها تكون شفافه، ورانا عارفين مع التربيه وكلش من الافضل انك تشريها. لما نشروها اخواتي، ها هي. دائما ورقه الفيلو خاصك تخدمي بالخف بها، والا غادي تيبس وتتقطع معاك وما تساعدكش في الخدمه. انا حليتها، خديت الورقات اللي غادي نخدم بيهم اللي زعما راني محتاجتهم كما نقولوا حنا، والباقي رجعته لويته من جديد ورجعته في العلبه. وحطيت العلبه غادي تشوفوها بالمقلوب. علاش؟ لانه ما غادي انا مانيش متاكده واش غادي نزيد نستعمل ولا لا، والا اذا كنتي متاكده بالعيب سكوتش، يعني بالورق اللاصق في الجوانب مليح، ما تخليش ولا ثقب يدخل منها الهواء. تقدري ترجعيها للثلاجه تحتفظي بها لاستعمالات أخرى في أيام أخرى إن شاء الله. الآن أخواتي، هذا البوراك تاع اليوم إن شاء الله، ديول البوراك تاع اليوم إن شاء الله نستعمل زوج أوراق كيف هكاك كبار، الآخرين زوج طويتهم وخليتهم في ساشية، ما تخلوهمش عريانين ينشفوا ويتقطعوا لك وما يستعدوكش في الخدمة. فأنا درتهم كما راكم تشوفوا في ساشية، خليتهم على الجانب. وخديت نحتاجوا في هذه الوصفة هاد الانابيب هذه تاع اللي نخدموا بهم السيجار وكلش. اولا قبل كل شيء بالزيت، راكم تشوفوا كميه قليله جدا لانه غادي ينقلوا، فقليله جدا. يعني نمسح بها هذيك الورقه الاولى ونحط فوقها الورقه الثانيه كما راكم تشوفوا. تقدري تستعملي الزبده في مكان الزيت، ماشي مشكل، انا استعملت غير الزيت فقط. وتقدري ميم تستغني عليهم تماما، يعني ما ديريش كاع الزيت، فقط تقطعي وتلوي لانه غادي نقلوهم وبالتالي غادي يشربوا الزيت. في حاله ما اذا غادي ديريهم في كذلك في الفرن، ماذا بيك ديري الزبده او الزيت باش ما يخرجولكش ناشفين. والفرق بين المقليين وتاع الفرن انه تاع الفرن ما يحمروش كيما تاع المقليين، يدو لون رائع. ناخذ القياس تاع الانابيب تاعنا. قطعت الورقه تاعي كما راكم تشوفوا 4 صفوف، 4 اشرطه على حساب العرض نتاع هذاك الانبوب هذاك. والان تقدري تلوي هذا الانبوب كامل الشريط، يجيك يعني تجيك السيجار تاعك هذاك يجي شويه خشين، وتقدري تقسميهم في النصف كما راني نقسم هكاك. نظن يا ربي يكون الشرح مفهوم لانه الصوره راهي واضحه. تقدري تقسمي على 2 وتلوي. هذه هي السمك اللي استعملته انا علاش درت هكا، خاصه في رمضان. راكم عارفين ماكل بزاف السلايط الزياده كما نقولوا حنا، البلا هذاك الزياده، الشوربه ولا الحريره، من بعدها الديسير، ومن بعد انا ارتأيت اني ندير يعني هكذاك سمك رقيق فقط بسرعه تكملي معاهم اختي. والله العظيم ما يشدوكش كاع، غير جربوها وردوا لي بالخبر. الان وقت القليان ان شاء الله. باش نقلو الزيت لازم تكون ساخنه جدا، نراعوا الحراره، درجه الحراره خصهاش تكون كبيره بزاف لانه يتقلوا بالخف، يتحمروا بالخف. دوك تشوفوا راني غادي نقص النار لانه بدات تحمر لي بالخف. ولما نحطوا هاد الانابيب رانا عارفين ما لصقناهمش لا بالبيض لا بالماء لا بالغراء يعني الطبيعي الفرينه والماء،
فعلى ديك نحطوهم على الجهه اللي تكون محلوله، ونضغطوا شويه بالشوكه باش ما ينحلوش معنا في القليان. شوفوا هاد الحبه هنايا ما حطيتهاش على المكان المناسب فانحلت. راكم تشوفوا كيفاش انحلت. دونك على هذيك نوصيكم كي تحطوهم حطوهم دائما على الجهه اللي تكون مفتوحه. نقلبوهم وخلاص. ما تانيك القليان ما يدوش معك وقت بزاف صراحه، والله العظيم وصفه سريعه جدا. والحشوه انا استعملت هنا حشوه تاع كريمه الجبن، تقدري تستعملي حشوه اللي بغيتيها. انا فقط اعطيتكم المبدأ فقط تاع هاد كيفاش نخدموا هاد دائما نستعملوا الورق المصاص تاع المطبخ، لانها قلت لكم ترفد الزيت بزاف، فلازم نقطروهم الزيت. وهاد الطريقه الاخوات اللي باش كيفاش تنزعوا الانبوب وما يتكسرش معاكم هذاك السيجار الداخل، كاين واحد الزائده تاع الحديد، هذيك تشديها بالمقص وتجبدي. ان شاء الله يا ربي يكون كلشي واضح. وفقط هادو هما حطيتهم، ستفت الصف الاول والصف الثاني، حطيت كذلك ورق مصاص وستفت رتبت الصف الثاني هكاك باش الزيت كاع اللي يكون زياده يتنحى. الان راني نخدم في كريمه الجبن. كريمه الجبن ما فيهاش حاجه كبيره، ملعقه كبيره مايزينا، حبه بيض، وكاس كبير حليب. نحط كل شيء فوق النار حتى كيما كلي كريم باتيسير كريمه الحلواني. هنا ما ضفتش الملح لاني غادي نضيف الجبن 3 حبات مثلثات وشويه كمشه هكاك تاع الجبن المبشور، وخلط كل شيء ومن بعد ندوق. اذا خصها الملح نزيد الملح، اذا ما خصهاش تبارك الله تقدري تزيدي اللي بغيتي المنسمات كيما تبغي نتيا. فلفل اسود، كاين اللي يستعمل جوز الطيب، انا ما نستعملهاش نهائيا. جوز الطيب ما نخدمش بها لانه فيها كما نعرفوا فيها اختلاف يعني، فما نستعملهاش صراحه. وهذه هي في الاخير نتحصلوا على كريمه الجبن اللي رانا باغيينها. نديروا كريمه الجبن تاعنا في الجيب الحلواني ونبدو. عفوا، قبل ما نديروا كريمه الجبن هذه زدت لها كأس نتاع كريمه سائله لاني بغيتها تكون خفيفه، فزدت لها كريمه سائله. تقدروا تستعملوها كما وريتها لكم، تقدروا تزيدوا الكريمه السائله كما تبغوا. وزدت لها شويه توم بودره. الان قسمت الخليط على نصفين، نصف زدت فيه شويه قطع نتاع زيتون اخضر، وعمرت الخليط درته في الكيس الحلواني وبديت نعمر هذوك لي سيجار تاوعي. وفي الجوانب زينتهم طبعا بالجبن المبشور، يعني تزيين عادي سهل. صدقوني اخواتي جربوا هذه الوصفه في هذه الايام قبل ما يجي رمضان وراح تكتشفوا كيفاش سهله وسريعه وتشد لكم. يعني تقدري ديريها ميم يجوك يكونوا جايينك ضياف، ديريها كيما اليوم وتعمريها وتخليها في الثلاجه الغدوه من داك تكون واجده معك، ما تطرى ما يصرى لها حتى شيء عن تجربه. النصف الثاني نسمته بالطون تونه، درت فيه الطون وخلطته، وكذلك عمرت الانابيب هذوك كما وريتكم في الاخرين، وتحصلت على مقبله سريعه ما داتش معايا الوقت بزاف وبنينه. ان شاء الله اخواتي نتمنى تجربوها. تقدروا طيبوهم كما قلت لكم في الكوشه ماشي مشكل، بصح اللون ما يكونش هكا محمر. اول مره ان شاء الله تكونوا تشوفوا هذا الفيديو، هذه الوصفات ان شاء الله تعجبكم وتردوا لي بالخبر. دعموني اخواتي، ونقول لكم الى لقاء قريب قريب ان شاء الله. ربي يوصلنا ان شاء الله ونصوموا شهر رمضان المبارك، وتهلاو لي في رواحكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.